بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش الاهلي وفاركو خلص بالتعادل 1-1 في ماتش غريب، والواحد بيشوف حاجات غريبة، والواحد مش عارف يعني وبعدين هنوصل لفين. يعني احنا هنوصل لفين؟ يعني منظر لا يسر عدو ولا حبيب قسما بالله. انت بتتفرج على فرقة مهلهلة من كل حاجة، يعني من كل حتة في الملعب. انت معتمد على مروان عطية ثم امام عاشور، ده في الجزء الدفاعي وده في الجزء الهجومي فقط لا غير. ما عندكش اي حاجة تاني، بس هو الملعب فاضي بقى، وكل واحد بيفسي في حتة شكل، يعني كل لاعب بيفسي في حتة شكل. عندك خط دفاع زي ما قلت لكم ما اتمنهوش لألد اعدائي، ما اتمنهوش لألد اعدائي. وانا قلت لكم امبارح في الفيديو بتاع امبارح، اللي شاف الفيديو بتاع امبارح قلت لكم كولر بنسبة كبيرة مش هيلعب بمهاجم، مش هيلعب سمير محمد، وهيلعب بمهاجم وهمي وربنا يستر. قلت لكم الكلام ده كله وهعرض لكم الفيديو دوت. لكن ايه بعد كده؟ ايه بقى اللي بعد كده؟ هنعمل ايه اللي بعد كده؟ انت عندك ماتش بيراميدز يوم الاحد الجاي، هتقابل بالمنظر ده؟ خط الدفاع ده هيقابل لعيبه زي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ويوسف اوباما وفيستون مايلي وعبد الرحمن مجدي، والناس الاسامي ديت انا اكيد في ناس تانية انا ناسيها يعني. هيقابلوا الناس دي ازاي؟ وابراهيم عادل، هيقابلوا الناس دي ازاي حرفيا؟ ويا شناوي في ايه؟ المترجي، مالك حبيبي؟ تفرد دراعك شوطه من بعيد. هو انت ما بتتعلمش؟ يعني انا اعرف ان البني ادم بيتعلم من اخطائه، انت ما بتتعلمش خالص. فيش اي تعليم، فيش اي حاجه تدركها من اللي حصل فيك قبل كده. ايه فينك؟ فينك؟ ما هتلاعب شوبير يا عم، انت موقف الشناوي ليه؟ وربيعه اللي بيترقص بالتليفون، رامي ربيعه بيترقص بالتليفون، هو عمل له بس كده خلاص طريق السلامه، سابه بقى يشوط زي ما هو عايز. بدل ما يقفل عليه لا هو سابه شوط بقى خلاص، راح عامل حركه برجله مش وسابه يشوط. هو ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ ايه المنظر العره اللي احنا بنلعب بيه ده؟ اقسم بالله ضحك، كل ده ضحك. الاهلي بدأ بالتشكيل اللي انا كنت متوقعه امبارح، اللي قلت لك هيلعب بالشناوي وربيعه وياسر وهاني على اليمين، بس لعب عمر كمال باك شمال، دي انا مش فاهمها من كولر. يعني لعب عمر كمال باك شمال، وقدامهم اكرم ومروان والشحات والساعي والدبيس وينج، وقدامهم امام عاشور اللي هو زي ما قلت لك مهاجم وهمي. بس انا كويس، انا مبسوط ان انا اتفرج على سمير محمد 90 دقيقه، بس يا رب كولر ما يفتكسش حاجه. يعني انا متوقع ان ممكن بكره يلعب من غير راس حربه، يعني انا توقعي ممكن بكره يلعب من غير راس حربه، يلعب امام حر، راس حربه وهمي، مهاجم وهمي، اللي هو ما تفهمش مين راس حربه. ده اللي انا متوقعه بكره، خصوصا ان عمر كمال رجع، فممكن يبقى عمر كمال يلعب وينج والشحات يلعب وينج وقفشه تحتيهم وامام معاهم، ويلعب بقى مهاجم وهمي. حسين الشحات يخش شويه، امام شويه، قفشه شويه، عمر كمال شويه. ده انا متوقع ان كولر ممكن يعمل كده، ويخلي سمير محمد كورقه ممكن يستخدمها الشوط. ايه؟ مفيش اي حاجه، مفيش اي جمل بتتعمل في الملعب، مفيش اي حاجه. انت مخترق دفاعيا، انت دلوقتي عرضيا يعني حرفيا عامل عرض في خط الدفاع. اللي عايز يرقص اتفضل، اللي عايز يشوط اتفضل، اللي عايز يعمل كرة طويلة اتفضل، اللي عايز يلبس كبار اتفضل. اي حاجة، اي حاجة انت معرض ليها في خط الدفاع. خط الدفاع ما بيعرفش يدافع، يعني هو اسمه خط دفاع ما بيعرفش يدافع. ثنائيه ياسر ورامي ديت قسما بالله هتودينا في داهيه، هتودينا في داهيه. هتقولي طب ما فيش حد غير، ما فيش حد غيره، اتصرف يا عم. رجع احمد عابدين المدافع الناشئ اللي وديناه سيراميكا وما بيلعبش في سيراميكا. الواد ده اقسم بالله لو خد فرصه خليفه عبد المنعم. رجع يا عم، نطلع ناشئ من تحت لعبه يا عم. انا هبقى راضي بمستواه، بس مش عاجبني الضحك ده. ده في كوره اتلعبت من ورا ياسر ابراهيم ولا اي اندهاشه، في كوره في الدقيقه هنجيلها دلوقتي. هو مبدئيا الماتش اول ربع ساعه مفيش اي حاجه غير ضربه جزاء، والفار لغاها. ضربه جزاء فيها وعليها، بس هي مش هتفرق معايا، حتى لو ضربه جزاء مش هتفرق معايا، انا قرفان من الماتش اصلا. في الدقيقه 22 الهدف بقى بتاع ايه؟ بتاع المترجي، رقص رامي ربيعه وايه، الموضوع في ثانيه الا ثانيه بعد كده في الدقيقة الستة وقت بدل ضايع، ضربة جزاء لعمر كمال، ضربة جزاء صحيحة واتحسبت وإمام جابها بطريقة حلوة أوي. تمام. وفي الدقيقة 41 غلطة من ربيعة والشناوي. ربيعة بيباصي للشناوي في حتة قد كده، حرفيا يعني رامي ربيعة بيباصي للشناوي في حتة قد كده. تمام. و
الشناوي جه يبصيها، راح متكعبل فيها، راح موطي مسكها بايده. الكره دي المفروض ضربه حره غير مباشره من جوه ال 18 وش يعني. مش عارف ازاي ما اتحسبتش، بس هي المفروض ضربه حره غير مباشره من جوه ال 18 على الشناوي. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه الضحك ده؟ جه امام عاشور بقى جاب ضربه الجزاء تمام، وقعد يكلح، احتفل احتفال المترجي ومش عارف ايه. ما علينا، مش قصتنا. في الدقيقه 57 امام عمل اسيست حلو قوي للدبيس قدام المرمى، لكن لعبها بيمينه. لو لعبها بشماله كان الجون، لو على عدلته جون. لعبها بيمينه، كنا ممكن نخطف جون تاني قبل ما الشوط الاولاني ينتهي. والشوط خلص على كده، ما فيهوش اي حاجه تانيه. في بس فيسا في الملعب، بس ده اللي انت شايفه. كل لعيب بيزرط في حته في شكل في الملعب، بس مفيش اي حاجه تاني، مفيش اي حاجه تاني بتحصل. ده ابتدى الشوط الثاني لحد الدقيقة 66 انت برضو مش شايف اي حاجة في الملعب. قصدي لحد الدقيقة 64 مفيش اي حاجة في الملعب. بعد كده في الدقيقة 64 خد بقى الحتة دي، رامي ربيعة طلع يضغط في نص ملعب فاركو تمام، فالكرة تتلعب طويلة، فياسر موجود مع محمد فخري تمام، يروح محمد فخري مشمس ياسر وربنا سترها. دول الاثنين المدافعين بتوعي، واحد بيضغط في نص ملعب فاركو والتاني بيتشمس تمام. في الدقيقه 65 هجمه برضو خطره بتتسدد، الشناوي بيصدها ومش عارف ايه، وهرجله ومرجله في نص، في حاجات بتحصل كده غريبه في خط الدفاع في ال 18 عندنا. في الدقيقه 66 نزل بقى قفشه ومحمد عبد الله وسمير محمد، وخرج الساعي والدبيس واكرم. انا مش عارف الدبيس خرج ليه، يعني الساعي مستواه كان مذبذب النهارده، اكرم ما مش عايز يجري اصلا. مش عارف مالك يا اكرم، مش عايز تجري ليه؟ لكن انا كان التغيير بالنسبه لي اللي غريب شويه هو الدبيس تمام. الدقيقه 76 خروج مروان عطيه ونزول كريم نيدفيد. مش عارف كريم نيدفيد نازل يعمل ايه. احنا لما كريم نزل بقى عندك كريم نيدفيد وياسر ابراهيم ورامي ربيعه والشناوي قسما بالله بيباصوا باصات كارثيه، بيعملوا حاجات ورا كده، كانوا عاملين يباصوا. انا خلاص، انا قلت احنا هيجي فينا التاني. وفي الدقيقه 90 هجمه برده كانت هتيجي فينا جون، وانت شايف الدفاع مراجيح حرفيا. مولد سيدي العريان كل اللي نفسه في حاجه يخش يعملها. احنا ما على البحري، قسما بالله على البحري. مفيش اي حاجه معموله في الملعب، مفيش اي حاجه. ومش عارفين نطلع للجزء الهجومي بسبب ان احنا ورا زي الخرا. احنا بقول لك لو فرقه ثانيه غير فاركو كنا شلنا 4-5 مستريح النهارده. فالحمد لله ان هي سطرت ان احنا تعادلنا. وانتوا لعيبه الاهلي ما قدامكوش الا حل واحد عشان ترجعوا لنا الثقه فيكم. ماتش بيراميدز اللي جاي يوم الاحد لازم تكسبوه عشان تطلع تاني اول دوري، وعشان احنا كجمهور يعني نثق فيكم، يبقى في من جوانا كده حتى نرجع الثقه تاني فيكم. لكن انتوا كده بالمنظر ده، ولا لعيب في الاهلي باستثناء مروان وامام يستحقوا يقعدوا في الاهلي. بس